يسجل الهدف الثالث. منتخب مصر ليس بهدفين مقابل هدف، لكن ما تنساش الاشتراك معانا عشان توصلك كل أخبار الأهلي ومنتخب مصر أولاً بأول. منتخب مصر قال كلمته وعدى فخ بنهين. مباراة صعبة، ضغط رهيب، ونهايات مجنونة، لكن في الآخر مصر تتأهل لربع نهائي كأس إفريقيا وتكمل المشوار. اللقاء كان معقد من البداية. بنين لعبت على المرتدات والدفاع المصري استحمل لحد ما مروان عطية فجرها بتسديدة قوية وفتح باب الأمل للفراعنة. الفرحة ما كملتش وبنين رجعت في النتيجة، والماتش راح وقت إضافي، والقلوب في المدرجات وعلى الشاشات كانت بتدق. في الوقت الإضافي ياسر إبراهيم يظهر في الوقت الصح، رأسية قاتلة تعلن تقدم مصر، لكن الحسم لسه. وفي اللحظة الأخيرة محمد صلاح يقفل الماتش، يقتل الحلم ويعلنها صريحة: مصر في ربع النهائي وبس. أداء قتالي، روح عالية، وإصرار لآخر ثانية. منتخب مصر أثبت إنه بيعرف يعدي أصعب الاختبارات. السؤال دلوقتي: هل دي بداية طريق اللقب ولا اللي جاي أصعب؟